السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد الموضوع ديال هاد مطيشة سوريز، وعندنا مطيشة يعني أنواع ديال المطيشة. بالنسبة للطريقة المطيشة إلا بغيتيها تنجح ليك، نهار اللي يعني ما كنديروش ليها الزريعة، يعني الزريعة ديال المطيشة هي ديك تكون عندك شي مطيشة طايبة ويمكن لك تعصرها في التربة وتخليها تنبت راسها وما تحولهاش. الا حولتيها ما غتعطيكش. ها نتوما كما كتشاهدوا، ها هي مطيشه. هذه راه عصرتها هنايا في هذه البلاصه هذه، في هذا الحوض هذا، يعني ما درت لها لا حتى شي حاجه. ها نتوما تبارك الله وسلام بي. هي مطيشه الا حولتيها ما كتنجحش، خليها في بلاصتها. كيقولك لا خصك تحولها كذا كذا، شو ما هذيك هضره خاويه. يعني بالمطيشه الا بغيتي تنجح لك ما تحولهاش. ها نتوما هادي سوريز. مازال غنوريكم واحد المطيشه اخرى تبارك الله وسطنا عندي قداش ولات، حنا غنمشيو ليها دابا. ها نتوما مطيشه المطيشه ديالنا هي هادي. ها نتوما كما كتشاهدوا راه تبارك الله وسط النبي. ما نقولش لكم هادي مطيشه حتى هي في نفس الطريقه اللي درنا ليها. حتى هي ديك الزريعه ديالها كبيناها في التربه. وها نتوما كما كتشاهدوا مطيشه ديالنا البلديه قداش ولات بلا يعني كنعطيوها الماء، ما كنعطيوها لا سماد لا والو. هي ديجا الارض مسمده. غنعمروا هاد البانيو وكما كتشاهدوا. الحمد لله على كل حال. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد للزراعه والدواجن. تابوناو عندي في لاشين ديالي، تبركوا على الجرس. اللي بغى شي استفسار ولا شي حاجه مرحبا والف مرحبا. هذه الطريقه سهله، راه طريقه هذه يعني طريقه عاديه تقليديه. يعني غتشد مطيشه غتعصرها في التربه، او تكون ديجا عندك في الماكله مثلا طيبتيها وبقات عندك ديك الزريعه، شدها كبها في التراب بلا ما تحولها. لا حولتيها راه ما كتنجحش. هانتوما كما كتشاهدوا بلا ما تحول. انا ديجا دايره في هانتوما ديجا